يا أيها الإخوة، اعلم علم اليقين أن الله برمجك على كمال أمرك به، فإن فعلت الكمال وجدت نفسك اصطلحت معه، ارتحت راحة نفسية لو وزعت على أهل بلد لكفته. الآن التوافق حينما تأتي أفعالك مطابقة لفطرتك، يعني حينما تصدق وقد أمرت أن تكون صادقا، حينما ترعى العهد وقد أمرت أن تفعل ذلك، حينما ترحم وقد أمرت أن ترحم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تشعر بشيء لا يوصف، بتحب تسميه تجلي، ممكن تسميه سكينة، ممكن تسميه رحمة، ممكن تسميه رضا، ممكن تسميه سرور، ممكن تسميه غنى، ممكن. شعور بالغنى على شعور بالرضا، بالراحة، بالسكينة، بالتماسك، بقوة الشخصية، برفع الرأس عالياً، لأنك طبقت منهج الله وفي الوقت نفسه اصطلحت مع نفسك، صار في وفاق. أنا أروي هذه القصة لأنها تناسب هذا المقام. رجل يعمل حاجب، أو ببعض البلاد اسمه فراش، أو ببعض البلاد اسمه آذن، آذن مدرسة، وفي عنده 8 أولاد ودخله 4000 ليرة، قد لا تكفيه 4 أيام، أعانه الله. ورث أرض بجنوب دمشق، جاء من يشتريها من كبار المحسنين لتكون جامعاً في مكان ليس فيه مسجد. ساوموه عليها، اتفقوا على مبلغ، فجاء المحسن الكبير الذي تبرع بإنشاء هذا المسجد ليرى الأرض وليشاهدها، وقع مبلغ، وقع شيك بنصف المبلغ، أعطاه إياه. قال له: أين البقية؟ قال له: عند التنازل. قال له: أي تنازل؟ قال له: يا بني، تذهب إلى الأوقاف وتقدم تنازل عن هذه الأرض كي تغدو مسجداً. قال له: أنا أبيع أرضاً تكون في النهاية مسجداً؟ قال له: نعم. قال له: معقول؟ أمسك بالشيك ومزقه. قال له: والله إني أستحي من الله أن أبيع أرضاً لتكون مسجداً، أنا أولى منك أن أقدمها لله. 4000، 8 أولاد، فقير فقر مدقع، لكن لما فعل هذا، بيقول الغني الكبير، بيقول: بحياتي ما صغرت أمام إنسان كما صغرت أمام هذا الإنسان. أخواننا الكرام، في واحد من الحاضرين وأنا معكم لا يبحث عن السعادة. السعادة في طاعة الله، السعادة في تطبيق مبادئ فطرتك، السعادة في أن تصطلح مع الله، وحينما تصطلح مع الله دون أن تشعر تصطلح مع نفسك، وحينما تصطلح مع نفسك دون أن تشعر تصطلح مع الله، بأن منهج الله وخصائص نفسك متطابقان تطابقاً تاماً. هذا أول قسم في الموضوع. القسم الثاني:
طبقت المنهج. لا يستطيع أحد أن ينال منك. هذا عز الطاعة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أبدا. معي شواهد كثيرة. بتحب تكون موظف بالدرجة العاشرة، بتحب تكون كاتب، مراسل، عامل على الهاتف، بتحب تكون رئيس دائرة، معاون وزير، بتحب تكون مليونير، بتحب تكون مليونير. أنت عزيز كريم رحيم واثق من الله عز وجل. فالتوافق، يقول لك مؤمن يعني اصطلح مع نفسه، يقول لك مؤمن يعني سعيد، يقول لك مؤمن يعني قوي الشخصية، يقول لك مؤمن عزيز، مؤمن متواضع، مؤمن لا تأخذه في الله لومة لائم. هذا التوافق.